والادوات اللي هنستخدمها، هستخدم خيط صوف اسمه كارما. وبالنسبة للتزيين او الحاجات الاضافية اللي هتدينا شكل سبايدر مان بعدين، هستخدم اللون الابيض والاسود. مش لازم يعني يكون نفس النوع اللي شغالين بيه هنا، اي نوع خيط عندك حتى لو قطن. المهم بس ان هو هنحتاج بس حاجة صغيرة للتزيين. بالنسبة للكوفية ذات نفسها، هستخدم ابرة رقم 4، او يعني كل الشغل هستخدمه ابرة رقم 4. وطبعا بتستخدمي برضو الابرة المناسبة للخيط بتاعك، يعني لو الكوفية كلها بتشتغليها بخيط اتخن هتستخدمي ابرة اكبر شوية زي 5 مثلا هكذا. وهستخدم ابرة تنظيف، في منها البلاستيك زي دي، في منها المعدن. دي بتكون الفتحة بتاعتها واسعة شوية عشان تدخل اي نوع خيط زي دول. هنستخدمها عشان يعني التزيين والحاجات دي اللي بعدين. ودي كده كل الادوات اللي هنحتاجها النهاردة باذن الله. يلا بينا نشوف الطريقة. هنبدأ بسم الله الأول بجسم الكوفية. هجيب الخيط والإبرة بتاعتي اللي رقم 4، وهبدأ أول حاجة وهعمل عقدة بداية بالشكل ده، وهبدأ أعمل سلاسل بعرض الكوفية اللي أنا عايزاه. بالنسبة لي هعمل 20 سلسلة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. كده بدأنا ب20 سلسلة. طبعا بتبدأي بالعرض اللي انت عايزاه. بعد ال20 سلسلة دول بعمل 3 سلاسل ارتفاع: 1 2 3. باخد لفة على الإبرة وبعد 3 سلاسل دول: 1 2 3، وبدخل في السلسلة الرابعة اللي هي لو عدينا من أول هنا هتكون السلسلة ال20 معانا. وهسحب الخيط من الغرزة أو من السلسلة، وهيبقى معايا 3 لفات على الإبرة. باخد لفة وبخرج من أول لفتين، باخد لفة وبخرج من اللفتين اللي بعدهم، وكده بقى معايا غرزة عمود بلفة. باخد لفة على الإبرة وبدخل في الغرزة اللي بعدها أو السلسلة اللي بعدها اهي، بتكون عبارة عن حرف في. بدخل في النص وبسحب الخيط، معايا 3 لفات على الإبرة. باخد لفة وبخرج من أول لفتين، باخد لفة وبخرج من اللفتين اللي بعدهم، كده معايا تاني غرزة عمود بلفة. باخد لفة بدخل في الغرزة اللي بعدها برضو، بسحب الخيط، 3 لفات على الإبرة. باخد لفة بخرج من أول لفتين، لفة من اللفتين اللي بعدهم، هكذا اللي بعدها. باخد لفة بدخل في الغرزة، بسحب الخيط، 3 لفات على الإبرة. باخد لفة بخرج من أول 2، ولفة من الاتنين اللي بعدهم. هكمل السطر كله بنفس الطريقة دي، غرزة عمود بلفة في كل غرزة. وكده خلصت اول سطر، ولازم يكون بنفس عدد السلاسل اللي بدأنا بيها. يعني بالنسبة لي هنا انا معايا 20 غرزة عمود بلفة. طبعا لو بدأت بعدد مختلف فلازم هيكون معاكي نفس العدد. هبدأ دلوقتي في السطر اللي بعده، برتفع 3 سلاسل في الهواء وبلف الشغل كده وهشتغل من ورا. باخد لفة على الإبرة وبدخل في اول غرزة اهي. بصوا دي كده اول غرزة بتكون عبارة عن حرف الفي اهي. بدخل جوه الغرزة وبسحب الخيط، معايا 3 لفات على الإبرة. باخد لفة بخرج من اول 2، لفة من الاتنين اللي بعدهم. الغرزة اللي بعدها برضو باخد لفة على الإبرة، بدخل في الغرزة بسحب الخيط، 3 لفات على الإبرة. باخد لفة بخرج من اول 2، لفة من الاتنين اللي بعدهم، هكذا. الغرزة اللي بعدها بعمل غرزة عمود بلفة، هكذا في كل الغرز. وكده وصلت لنهاية السطر التاني. فاضل لنا غرزة بس هنعملها سوا. انا كده يعني اشتغلت 19 غرزة. في تريك هنا في نهاية السطر، ان احنا بدل ما بنشتغل في الغرزة ال20 دي وخلاص بننهي السطر وبنرتفع 3 سلاسل وبنلف الشغل ونشتغل، لو استمرنا على النظام ده هتلاقي ان الشغل معاكي مش مظبوط من الجناب ومديك الشكل ده كده، فالشكل مش لطيف. عشان كده احنا بنلجأ لحيلة كده في نهاية السطر بنعملها، ان احنا بدل ما انا بشتغل في اخر غرزة دي اللي هي الغرزة ال20، لا، انا باخد لفة على الابرة وهشتغل في السلاسل اللي على الجنب اللي هما كانوا ارتفاع. فاكرين دول اللي ارتفعنا بيهم في الاول؟ بعد 1 2 3 الغرزة التالتة من فوق، بدخل كده فيها وبسحب الخيط، معايا 3 لفات على الابرة. باخد لفة بخرج من اول 2، لفة من الاتنين اللي بعدهم،
وكده خلصنا السطر التاني. برتفع 3 سلاسل، بلف الشغل، بشتغل عادي جدا في كل غرزة عمود بلفة بدون ما نسيب اي غرز، لا انا هشتغل عادي خالص لغاية ما اوصل لنهاية السطر بالشكل ده. وصلت كده لاخر السطر التالت. هنشتغل برضو غرزة عمود في السلسلة مش في اخر غرزة. باخد اللفة كده وبدخل في تالت سلسلة معايا اللي هي في الارتفاع، وبسحب الخيط وبشتغل غرزة عمود بلفة عادي بالشكل ده. شايفين بقى شكل الغرز من الجنب ألطف. السطر اللي بعده برضو بنفس الطريقة، برتفع 3 سلاسل وبلف الشغل وبشتغل في كل غرزة عمود فوقيها غرزة عمود بلفة عادي جدا لغاية ما اوصل لنهاية السطر. وصلت هنا برضو للغرزة 20 اللي هي اخر غرزة. بشتغل برضو في السلسلة وبسيب اخر غرزة حشو اخر غرزة عمود، وبشتغل في السلسلة بالشكل ده. هرتفع بقى 3 سلاسل زي ما احنا متعودين، وهلف الشغل واشتغل غرز عواميد لغاية ما نوصل هنا، وهنكرر نفس اللي عملناه، بنسيب الغرزة الاخيرة وبنشتغل في 3 سلسلة، وهكذا رايح جاي لغاية ما نوصل لطول الكوفية اللي احنا عايزينه. وصلت كده لطول الكوفية اللي انا عايزاه اللي هو حوالي 120 سنتي. ده مقاس اطفالي. طبعا لو عايزة اكبر او كده بتكبري الحجم سواء في الطول او في العرض براحتك. زي ما قلنا ده دي كوفية اطفالي، فعشان كده انا عاملة حوالي 120 سنتي. هنبدأ دلوقتي في التزيين او شكل سبايدر مان. هجيب الابرة والخيط، هجيب اللون الابيض وهبدأ اعمل عيون سبايدر مان. هبدأ اول حاجة وهعمل عقدة بداية وبعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد ال5 سلاسل دول بعمل سلسلة ارتفاع وبدخل في السلسلة التانية معايا في السطر وبسحب الخيط معايا كده حلقتين على الابرة، باخد لفة وبخرج منهم، دي كده اسمها غرزة حشو. بدخل الغرزة اللي بعدها وبرضو بعمل غرزة حشو كده 2. بدخل الغرزة اللي بعدها وبعمل غرزة حشو كده 3. بالنسبة لاخر غرزتين معايا في السطر بدخل في اول غرزة وبسحب الخيط وبسيبها على الابرة، بدخل في الغرزة اللي بعدها وبسحب الخيط، كده معايا 3 لفات على الابرة، باخد لفة وبخرج منهم، كده احنا عملنا تناقص. بعمل سلسلة وبلف الشغل، بدخل في اول غرزة عادي تحت الحلقتين وبسحب الخيط، وبدخل تاني غرزة وبرضو بسحب الخيط ومش بكمل الغرز، معايا 3 لفات على الابرة، باخد لفة وبخرج منهم كلهم، كده برضو عملنا تناقص يعني ان انا بضم غرزتين في غرزة واحدة. بدخل في الغرزة اللي بعدها وبعمل غرزة حشو عادية، بدخل في الغرزة اللي بعدها وبعمل غرزة حشو عادية، بعمل سلسلة وبلف الشغل وبعمل غرزة حشو عادي خالص في الاول. بعد كده بدخل في السلسلة اللي بعدها وبسحب الخيط بسيبه على الابرة، بدخل في الغرزة اللي بعدها وبسحب الخيط 3 لفات على الابرة، باخد لفة وبخرج منهم كلهم. اخر سطر معايا بعمل سلسلة وبسحب وبلف الشغل، بدخل في اول غرزة واسحب الخيط، بدخل في تاني غرزة واسحب الخيط، معايا 3 لفات على الابرة، باخد لفة وبخرج منهم كلهم. وكده خلصنا اول يعني خطوة في العين. بعمل سلسلة وبقص اللون الابيض، قصيت كده الخيط الابيض وبسحبه كده. هاجي دلوقتي بالنسبة للون الاسود بعمل عقدة بداية كده من بره، وباجي هنا وبدخل في اول سلسلة عملتها اهي، شايفين اهي اول سلسلة من ال5 سلاسل، وبسحب الحلقة اللي انا عملتها من بره دي كده وبعمل سلسلة. بجيب معايا الخيطين دول عشان انضفهم معايا في الشغل وبخليهم كده. في اول غرزة دخلت فيها دي هدخل تاني واعمل غرزة حشو، بدخل في الغرزة اللي بعدها وبعمل غرزة حشو، بعدها كمان غرزة حشو، هكذا كده 4 غرز. في الغرزة ال5 بدخل وبعمل غرزة حشو كده 1، بدخل تاني في نفس المكان اللي هي الغرزة ال5 دي وبعمل يعني انا عايزة بس الخيوط تيجي على جنب اهي،
بعمل غرزة حشو تاني، بدخل تاني في نفس الغرزة وبعمل غرزة حشو التالتة. كده معايا 3 غرز حشو في الكورنر اللي هو من الجنب ده. بعد كده بطلع وبشتغل في جنب القطعة من الجنب هنا، فبشتغل غرزة حشو كده وانا طالعة، غرزة حشو، غرزة حشو، لغاية ما اطلع فوق برضو غرزة حشو كده. ايه، بنشتغل من الجنب برضو. هناخد معانا الخيط ده وننضفه واعمل غرزة حشو كده. هننزل تاني بغرز الحشو لتحت بالشكل ده. بنحاول نشوف اماكن كويسة ندخل فيها الغرزة ونعمل او الابرة يعني، ونعمل غرزة الحشو بتاعتنا بالشكل ده. كده وصلت للبداية تاني، بقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو عملتها بالشكل ده. وده كده شكل العين بتاعتنا، شكلها كده كأنه مثلث تريانجل، اللي هو بيكون رايت انجل، او اللي هو بيكون هنا في زاوية 90 يعني، فهو بيكون بالشكل ده. هعمل سلسلة كده وهقص الخيط، بس هسيب كده شوية خيط حلوين عشان نخيط بيهم كده. مثلا بعد ما قصيت الخيط هسحبه كده بالشكل ده، وهجيب ابرة التنظيف اللي قلتلكوا عليها اللي هي دي، وهدخل فيها الخيط بتاعنا كده، وهجيب الكوفية بتاعتنا عشان نخيط عليها. انا اوريدي عملت اول عين اهي، والعين التانية هتبقى جنبها بالشكل ده، شايفين؟ عشان تدينا شكل سبايدر مان كده. هظبط بس العينتين جنب بعض. طبعا ممكن تقصوا الخيط ده او تخلوه كده من جنب تحت القطعة وتخيطوا عليه عادي جدا بالشكل ده. بتشوفي انت عايزة تحطيها فين بالظبط، بتثبتيها كده وخلاص. مكان ما ثبتي وخلاص انت عايزاها هنا بالظبط، بتحطي يعني، انا مش عارفه واضحه اهي كده، بتثبتيها بالظبط كده، وبتحطي الابره مكان ما ايه خلاص ثبتي وعايزاها تكون كده، واسحب الخيط من ورا بالشكل ده كده. هفضل بقى ايه هخيطها رايح جاي، هدخل في المكان اللي بعده كده. انا بس مش عارفه اهي، وبخرج من هنا بالشكل ده. كل شويه حاولوا ان انتوا تثبتوها عشان ما تتحركش مكان ما انتوا عايزين. بدخل كده جنبها هنا وانزل تاني، بطلع تاني كده. وحاولوا دايما تكون خياطتكم على الجزء الاسود كده، دايما ما يدور لغايه ما تخلصوا العين كلها. وطبعا بتعملوا عين تانية وتعملوهم قصاد بعض كده وتخيطوهم. لو مش عايزه تخيطي ممكن بشمع او غيره، بس انا صراحه بفضل الخياطه دايما، لان الشمع او الغيره ممكن يفك في اي لحظه، فخليكي في الخياطه اضمن كده. بعد ما خلصنا تثبيت العين كويس جدا، بنيجي من ورا كده بعد ما خيطنا خلاص اخر خياطه، بدخل كده عشان يعني ايه زي اعمل عقده كده، وانضف خلاص الخيط الزياده بدخله تحت الغرز بالشكل ده كده، وبسحب وبقص الخيط الزياده هنا. وطبعا هخيط برضو هقص الخيط التاني ده كده. يبقى كده خلصنا اول جزء معانا في التزيين وهو العين اهو. بالنسبه دلوقتي للزينه التانية وهي شبكه العنكبوت دي، انا هعمل شبكتين، فانا عملت واحده وهعمل معاكم التانية هنا. بالنسبه لشبكه العنكبوت بتدخلي بالظبط في نص المكان اللي انت عايزه. يعني مثلا انا دلوقتي عايزه الشبكه تكون كده، فهدخل في النص هنا في نص الدايره هنا مثلا كده، وبسحب الخيط لغايه ما يبقى بس في مكان صغير كده بس بالظبط. بعد كده بعدي الغرزه بتاعتي. بعد كده بمشي بطول الخط كده، وبدخل في الغرزه دي هنا بالشكل ده كده. برجع تاني من ورا لنفس السنتر بتاع الدايرة بتاعتنا،
ونطلع لبره تاني كده. برضو بمشي على طول الخط وبدخل في الغرزة دي هنا، برجع تاني للسنتر بتاع الدايرة بتاعتنا وبخرج لبره كده بالشكل ده. هطلع لفوق كده وهدخل في المكان ده هنا كده. ثانية واحدة بس عشان ايه دخلنا كان غلط. اوكي ماشي. بالشكل ده هرجع تاني للسنتر بتاعنا كده، وهنزل لتحت كده. هرجع برضو للسنتر تاني. كل شغلنا بيبدأ من سنتر الدايرة بالشكل ده. كل ما تحسي ان الخيط بتاعك مشدود بتحاولي ان انت ايه تظبطيه كده بحيث ما يكونش مشدود. هطلع بقى من السنتر وهاجي هنا ما بين الجزء ده والجزء ده، هدخل في النص هنا برضو هرجع للسنتر تاني. ما بين الجزء ده والجزء ده هدخل في النص ما بينهم. وكده خلصنا الاساس بتاع الشبكة. هنبدأ دلوقتي هنرسم اللي من جوه ده، بس احنا ما خرجناش في النص بالظبط. انا عايزة ايه اخرج في النص كده، اخرج من هنا. هنبدأ مثلا نرسم في المكان ده دي ودي. هنبدأ اول حاجة هنا هعمل ايه، هدخل اول حاجة هدخل تاني من السنتر بس جنبها كده عشان ما نخرجش من نفس المكان، عشان انا عايزة كل شغل يكون طالع من السنتر. فهدخل كده وهخرج من هنا، شايفين من نص الفتلة يعني. هدخل كده في نص الخيط بتاعي بحيث يبقى خارج من نصه يعني، فاهمين؟ هتحاولي كده لغاية ما ايه يدخل كده، مدخلش كويس ايه اهو بالشكل ده. وهسحب الخيط وهدخل في المكان اللي قصادها في الفتلة اللي هنا في نص الفتلة بالظبط. برضه تحاولوا ان انتوا توسعوا الفتلة كده وتدخلوا في النص. وهخرج كده، هخلي الخيط مش نازل يعني مش مشدود على الاخر، وهخلي كده في مكان كده كأنه نازل لتحت شوية. وهاجي من في النص من ورا، انا عايزة بس تبان اهي من ورا. هدخل كده هنا لتحت شوية في نص الفتلة بالظبط بحيث تكون ايه ثابتة معايا بالشكل ده. هدخل تاني من نص الفتلة بس جنبها وهخرج هنا. وده كده شكل اول خط معانا. هدخل في المكان اللي قصاده في الفتلة اللي هنا دي وبسحب من ورا، مش بخليها مشدودة، برخيها كده شوية. وهدخل من ورا في النص هنا وفي نص الفتلة عشان نثبتها. هدخل جنبها تاني وهخرج من هنا.
بالشكل ده كده. هدخل دلوقتي في الفتلة اللي جنبها دي، هدخل كده هنا قصادها في الخيط اللي هنا ده، هخرج من ورا وهرجع تاني هنا في النص عشان اثبت الخيط لتحت شوية. هدخل تاني جنبها كده وهخرج من الجنب هنا. هدخل بقى ايه في الفتلة اللي جنبها، وهثبت بقى ايه في النص زي ما قلتلكوا، وهكذا في كل الخطوط التانية دي هعمل نفس الحركة دي. وكده نبقى خلصنا اول سطر معانا في الشبكة. بخرج بالخيط في نفس المكان كده، في نفس الخط بس لفوق شوية، وهدخل برضو في نفس الخط اللي بعده بس برضو لفوق شوية كده، وبدخل الابرة كده برضو نفس اللي عملناه، بسيبها مرخية شوية وباجي من تحت كده وبدخل الابرة بتاعتي في نص الخيط كده، بدخل تاني جنبها كده عشان يثبت في نص الخيط وبخرج كده، بدخل في نفس المكان كده هنا من الجنب، بسحب الابرة وبدخل في الخيط اللي بعده او اللي هو السطر اللي بعده ده، وبدخل برضو هنا لفوق شوية. وبرضو بنفس الطريقة بنثبته في النص كده شوية، وهكذا في كل الخطوط بتاعتنا. خلصت كده السطر التاني. السطر التالت برضو بدخل في بخرج من نفس السطر بس لفوق شوية تاني، وبرضو يعني هكرر نفس اللي عملته. هدخل في السطر اللي بعده هنا لفوق شوية، بس هو للأسف طلع معايا السطر ده صغير شوية، عادي مش مشكلة، ممكن بعد ما اخلص اكبر العصاية بتاعته لوحدها تاني، يعني مش مشكلة كده. وبرضو باجي كده هنا وبثبتها لتحت شوية زي ما متعودين، وهكذا في كل السطر كله، يعني الداير ما يدور. وكده خلصت الشكل التاني او شبكة العنكبوت التانية، وده شكلها من ورا بعد التنظيف. طبعا اي خيوط زيادة بننضفها تحت الغرز. دلوقتي اخر خطوة، طبعا برضو دي الخطوة اختيارية، اللي هي الشراشيب. لو عايز تعملي اللي هي بتنزل يعني من الكوفية كده من تحت هنا، عايز تعمليها اوكي، مش عايز تعمليها برضو اوكي. هستخدم اي كرتونة او اي حاجة يكون طولها هو الطول اللي انا عايزاه للشرشوبة بتاعتنا. فمثلا الطول ده بحط كده الخيط على الكرتونة وبلف. هنبدأ كده نلف بعدد الشراشيب اللي احنا عايزينها، او نلف عشوائي يعني، وبعدين نبقى ايه نقص ونشوف. يعني فليكن مثلا ده عدد الشراشيب اللي احنا عايزينها. هنيجي كده من تحت هنا هنقص خلاص بعد ما خلصنا كده، وهاجي كده من تحت همسك كويس من تحت كده، هدخل المقص وهقص كده، همسك الشراشيب بتاعتي. وده كده شكل الشراشيب. ممكن تاخدي بالواحدة ويبقى الشرشوبة بتاعتك عبارة عن واحدة بس، او اتنين تبقى الشرشوبة عبارة عن اتنين، او الشرشوبة عبارة عن كذا واحدة مع بعض. شوفي انتي حابة ايه واعملي يعني زي ما انتي عايزة. بالنسبة لي هعمل الشرشوبة بتاعتي عبارة عن فتلتين اهو، امسكها كده من النص كويس، وهاجي هنا لأول غرزة معايا في السطر، هدخل كده من ورا وهسحب الشرشوبة من النص كده، وفي الحلقة دي هدخل باقي الشرشوبة كده،
فاهميني كده بالشكل ده واشد. وده كده شكل الشرشوبة بتاعتنا. هفضل بقى ايه شغالة، ممكن تعملي في كل غرزة واحدة او تسيبي غرزة وتعملي غرزة هكذا لغاية ما تخلصي السطر بتاعك. وده كده شكلها. لو حساها يعني طولت منك ممكن تقصيها شوية. هكمل بقى ايه الشراشيب كلها او يعني السطر كله هنا وهنا. وده كده شكلها بعد ما حطيت الشراشيب وسويتهم عشان يبقوا مظبوطين. وده كده شكل الكوفية بتاعتنا. عايزة بس ايه اطبقها لكم عشان تشوفوها كلها. دي كده الكوفية بتاعتنا. وده كده الشكل النهائي لشكل سبايدر مان بتاعنا. يا رب يكون الشكل عجبكم والفيديو عجبكم. ولو عايزين مني اي اشكال تاني زي باتمان او اي حد من السوبر هيروز التانيين قوليلي في الكومنتات وانا ان شاء الله مش هتأخر عليكم. وبس كده ده كان فيديو النهاردة. كوفية او سكارف باسهل طريقة للمبتدئين والمحترفين. وشكل كمان حلو جدا للاطفال وبرضو الكبار. بس كده لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله هنا في القناة. بس كده اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.